بسم الله، السلام عليكم. ازيكم يا حبايبنا؟ اخباركم ايه؟ صلوا على ازيك النبي. ازيك يا جماعة، عاملين ايه؟ وحشتونا بجد، يعني كانت فترة صعبة وطولنا عليكم كتير، بس معلش بقى غصب عننا. انتوا عارفين ان بدر تعبان، فكان غصب عننا يعني. وشكرا على كل الناس اللي دعوا له، والله شكرا العظيم. على الناس برضو، اي حد كتب كومنت حلو بجد شكرا ناس ليه كتير برضو. دخلت دعت لبدر، وحتى كانوا بيقولوا له طمنينا عليه. شكرا على اسئلتكم بجد. يلا تعالوا بقى كلوا معايا النهارده بقى. من بدري عامله لي فته. وبدر والله العظيم يا جماعة، بصوا أنا يعني. هفتاني. والله هي العظيم يا هفتاني. جماعه، بس الهفتنت ايه؟ انا بقول لسه هقول على اللي حصل لي. بجد عايزه اقول لكم ان انا شفت يعني 5 ايام ما هو عجبان. محدش والله. محدش شافهم، والله العظيم. وغير الخضه اللي انا شفتها بقى وحصلت في المستشفى. طبعا بدر كان تعبان من اليوم. تعالوا الاول اتفضلوا معانا كلوا معانا. إيه الخضه اللي انا شفتها يعني؟ يعني بصوا، تختلف كمان عن بدر، يعني عن تعب بدر. في خضه كمان اتخضناها في المستشفى اقول لكم عليها. طبعا بدر تعبان من يوم الخميس زي ما انتم عارفين. يوم الخميس تعب، فطبعا احنا وديناه بقى طبعا المستشفى، قال لازم يتحجز ويتعلق له محاليل، عنده جفاف. عملوا له تحليل، قالوا له لا، قالوا في نسبه تيفود. فاحنا استغربنا. فالمهم يعني ادوا له محاليل وخلاص. فجيت بعد 3 ايام 4 ايام بيقولوا لي بنبص احنا بقى، انا ببص لقيته بيترعش، بيرجع، اسهال على طول، السخونيه وقفت بعد 3 ايام. الحمد لله. بعد كده برضو لسه زي ما هو ترجيع وكده. طبعا انا شفت بدر اول مره اشوفه كده، يعني لما كان بيرجع من مناخيره وبيرجع من بقه، لدرجه ان هو مش عارف ياخد نفسه. ايام صعبه قبل ما تقعد. والله العظيم بجد، من مناخيره صعبه. ومن بقه. عايزه اقول لكم ان كل اللي معايا في المستشفى بقى عمال يقولوا لي اشمعنى ابنك اللي كده؟ يعني احنا عيالنا دخلت بس يعني تعالجوا يومين ولا حاجه وخافوا شويه، مش زي يعني ما فيش تحسن خالص كده. طبعا يا جماعه بدر يعني في تالت يوم ببص، خد محلول، ببص لقيته كان نايم، اترعش بطريقه فظيعه، ووشه ازرق، ورجليه رفرة ازرقت وايديه وكده. فخفت، رحت قلت للممرضين، جم شافوه، قالوا له احنا ما نقدرش نعمل لك حاجه، عشان لو ادينا لك حاجه ممكن يجيله تشنجات. هو واخد الضد الحيوي واخد العلاج بتاعه، مش هنقدر نديله حاجه غير لما الدكتور يجي الصبح. طبعا احنا بقى جينا بالليل حصل نفس الموضوع برضه. فقلت لهم لا، تعالوا شوفوا الولد بيترعش وحاجه صعبه يعني. يعني منظر يخض بصراحه. فنادولي بقى على الدكتور، قالوا لي طيب ثانيه واحده قيس الحراره، قسنا الحراره لقيناها 36. طب كويسه ما فيهاش اي حاجه. فنادت للدكتور الممرضه من تحت، طلع قالت تطلع شوفي حاله، تطلع تشوفها. طلع شاف بدر، قال لي ما تقلقيش، هو الترجيع، قلت له الترجيع ما بيوقفش، اسهال على طول. السيرة السخونية 36. فقام قايل لي بصي احنا ان شاء الله يعني الترجيع والاسهال ما فيهوش منه خطوره، لان احنا مدين له المحاليل. قلت له ما بياكلش خالص، قال لي ده هيعوض الاكل اللي هو ما بياكلوش، هيعوض الاكل. قال لي لو فضل كده على الصبح هنقله العزل. قال لي اللي احنا الحميات. قلت له، قال لي بس انا مش عايز يعني يعني ربنا ما يكتب كده، وان شاء الله يبقى على الصبح حلو كده. جيت بالليل برضه ما فيش فايده، ترجيع واسهال برضه. المهم جينا الصبح كشف عليه، قام قال لي لا انا هكتب لك جواب وهحولك الحميات. قلت له طب يا دكتور يعني هستنى لاخر الاسبوع يخلص ادويه، يخلص محاليل وكده، عشان هو ما بياكلش كمان.
وبعد كده نحلل تاني ونشوف النسبة وكده. قال لي لا مش هينفع عشان لو قعد يبقى في خطورة على الأطفال اللي حواليه، واحنا طبعا في ناس ورانا بتراجع في الدفاتر اللي مكتوب فيها الحالات وكده، فلو لقى تيفود هيقولوا ازاي انتوا قاعدين الحالة دي مع الأطفال. قعدت اجيبه كده قال لي لا هنحوله. الوقت ده بقى كنا الصبح بدري، كلمت ابو بدر، كلمت طبعا ماما، قلت لهم تعالوا عشان بيقولوا كذا كذا كذا، يعني مش عارفه اعمل ايه. كتبوا له على خروج هينقلوا لي، قالوا خلاص احنا جايين. فجم بقى هما جايين، قال احنا هنروح نشوف العزل ده شكله ايه، بتاع الحميات دي شكلها ايه قبل ما نخرجك. راحوا بصوا وسالوا الدكتور، كان في دكتور معرفه لاحمد عارفه. هتتكلم انت شويه، انت ايه؟ اخلص اكل وبكملها. لا كمل بس. انا اقول لكم بقى الحكايه من اول لاخرها. يعني عايزين انا بقول ايه؟ هي قالت بس هي انا الباقي بقى، الباقي عندنا. فالمهم احمد لقى دكتور معرفه هناك، قال له على الحاله وقال له ازاي الطفل سنه و3 اشهر وعنده تيفود ما يحصلش. وبعدين انت لو جبت لي الجواب ده انا مش هاخده، لان الطفل ايه اللي هيجيله تيفود؟ التيفود دوت للكبار، ليه الكبار؟ هو بياكل حاجه من بره؟ هو اصلا ما بيديش للاطفال. فالمهم وحتى لو جبته انا مش هستلمه، وهشتكي الدكتور اللي باعت الجواب. فالمهم احمد جه وجه الاول. فقلت لهم، قلت للممرضه بقى المس الكبيره في العنبر بتاعنا اللي ماسكه التمرجيه. فقامت قالت لي ازاي؟ طب انا عايزاه يشتكي، خد الجواب وروح، خد بدر وروح معاه وريه له وكده. يا ست محترمه بصراحه. وهو بصراحه هي محترمه. هو محترم وهو بيتكلم على حق. ليه بقى؟ عايزه اقول لكم ان قبلها بيوم كنت عايزه اخده واروح للدكتور، الشفت بتاع الممرضين ما رضيوش يخرجوني، قالوا لي لو خرجت مش هتدخلك تاني. مش هينفع. كنت عايزه اروح اكشف عليه عند الدكتور خاص بره يعني اشوف، لان انا داخله يوم جمعه ما كانش طبعا في دكاتره. المس دي بقى قالت لي ايه خديه وروحي وريهولهم. قلت له خلاص. قلت لها طب والسرير بقى؟ يعني طبعا ما كانش في سراير يا جماعه، خلاص ما فيش، والحالات عماله تيجي وعمالين يتخانقوا على المكان ومفيش مكان والله. قالت لي مش هدخل حد، مش هدخل حد الا لما تيجي. لو هتيجي تقعدي خلاص مش هجيب حد اصلا الا لما انت تيجي. قدامك ساعتين روحي وريه اللي قال لكم كده وتعالوا. خدنا طبعا بدر ورحنا للدكتور شافه. الاول رحنا بقى للدكتور حسن طارق اللي مشرم تبع معاه، ومشروق برضو ودت عيالها عنده، هو معروف اصلا يعني. ودينا بقى للدكتور حسن طارق شافه، قال لنا يا جماعه برضو نفس الكلام، قال لنا مفيش طفل يبقى عنده تيفود. ايه طفل يبقى عنده تيفود؟ مفيش طفل يبقى عنده تيفود، لا دي نازله معويه وهياخد علاج. انا مش هكتب لكم برضو علاج كتير، انا هكتب لكم حاجات معينه عشان لو رحت يعني انت هتروح المبرع يعني مش هلخبط مع المضادات الحيوي اللي هما بيدوها لك عشان غلط. هكتب لك حاجات تناسب حاجات بسيطه يعني مع المحلول والمضادات الحيوي اللي بيدوها لك. قلت له خلاص ماشي. كتب كده وقمنا واخدين بقى الجواب ورحنا اسمها اتلخبط يا جماعه اسم اسمها الحميات. خدنا الجواب ورحنا. فالدكتور برضو اللي هناك كشف عليه وقعد بقى قال لنا اللي ياخد بقى الحقن ديت ومش عارفه وكتب لهم في الجواب من ورا ورفض الجواب وقال لنا دي مفيش برضو مفيش تيفود يا جماعه، مفيش. قال لنا مفيش الكلام ده، مفيش تيفود ولا في اي حاجه، هو تعبان شويه اسهال وسخونيه، خليك الدواء المستشفى دي كويس. المهم رجعت تاني خدت الجواب، ما تكمل لهم بقى قالوا لك في الجواب؟ كملت؟ لا وانت اديله تفاصيل حلو. مدور هو كواكل سد الحنك ده يا جماعه، مش عارفه والله العظيم مش عارفه، انا ما عادش هاكله. ده وش في الموبايل وش فينا انا كمان. ودعوا له النبي قوي قوي زي الدعوه. الله. بصوا يا جماعه احكي بقى كمل من ساعه ما رحنا للجواب.
انا لو هحكي من الاول. يا جماعه قالوا لنا الدكتور اللي في الحميات قال لنا لازم لو عشان يعرفوا ان في تيفود يعملوا تحليل مزرعه، وكتب لهم كده. ايوه لازم تحليل مزرعه. ليه بقى؟ ايوه هو ايه الكلام ده؟ تعرف تحليل مزرعه ده ليه؟ هو عشان المضاد الحيوي اللي بياخدوه ضد حيوي ايه؟ اي الدكتور نفسه هو تخصص حميات، تخصص فيروسات كمان. طب انا عارفه هو عارف كل حاجه. فلما يجي له تحليل ناقص، ما انا كنت ممكن اخد التحليل معاه وانا رايح له، بس هما المفروض في المستشفى يسلموك التحليل بتاع الايه؟ بتاع المريض. انا بصوا يا جماعه انا برضه مش هفهمكم حاجه. انا بقى هحكي لكم، انا بحكي لكم اهو. انا بقى خلاص بصوا ما عادش حاجه. هو دلوقتي بقى كده ايه، المهم ايه، قالوا لنا لازم دكتور كبير يشوفه، يعني ما يبقاش استشاري، ما يبقاش في اللي هم محطوطين في الاستقبال. طلعنا دكتور استشاري شاف راجل عنده خبره، يعني دكتور كبير يا جماعه، دكتور عنده خبره. فهو طبعا شافه قال لي يا بنتي بصي هو مش محتاج يقعد هنا، مش محتاج يقعد هنا، انا وعايز يخرج كده العلاج من بره وايه وفي البيت وفي النظافه بقى وعشان ما يتعديش من حد هنا، ما يتعديش في عدوى تانية مع حد داخل او حاجه زي كده، ما حدش يعدي تاني في حاجه او كده. هتبقى مثلا تصلحوا حاجه او مثلا تخففوا حاجه تتعدي من حد تاني في حاجه تانيه. هو طبعا حتى العقده في المنشار، يعني ايه قال لك سلمك العقده ازاي؟ قال لك يا باشا انت عايز تخرج براحتك، مش عايز تقعد براحتك، دي اللي يفيد ابني. قال انتوا تروحوا وهو انا هكتب لكم العلاج اللي انتوا هتجيبوه هتمشوا عليه وخلاص. تمام. وبس كده. وده اللي حصل يا جماعه، وفعلا خدنا بعض ومشينا وشالوا له الكانولا بقى. وعايزه اقول لكم ان مطرح الكانولا طلع ان هو عنده حساسيه من اللزق البلاستر اللي بيحطوه. وانا عايزه اقول لكم يعني والله العظيم ادعوا له، والله العظيم ايده ما عارف ما بيطلعش، ده بيطلع دم، بيطلع صديد يا جماعه من مطرح اللزقه بتاعت الكانولا. بيطلع صديد وعامله زي الحرق مبقبشه، في بقبش كده بتطلع صديد. فادعوا له ربنا يا رب يكمل شفاء على خير. ده بدر يا حبيب قلبي. هما عايزين يسمعوا ايه فانا بعمل ايه عشان يسمعوه بعد كده. هو يا جماعه بقالكم كتير ما سمعتوش ايه. فبصوا حصل معايا موقف بقى في المستشفى مش قادره اوصف لكم بقى عليه. دي كانت الخضه بقى الاكبر واكبر. الحريقه. قاعدين يا جماعه في المستشفى بنبص لقينا الممرضات داخلين يخبطوا، قوموا المستشفى بتولع، المستشفى بتولع. قمنا جرينا خدنا العيال، كل واحده خدت ابنها وبنتها وقاموا واخدين حاجتهم وقاموا جاريين. عايزه اقول لكم اتخضينا خضه مش قادره اوصف لكم. واللي قعدت تعيط والله العظيم اللي كانت قاعده جنبي اصل ده اللي هي كلهم معاهم اطفال، قعدت تعيط بالخضه. اما تبقى مثلا في مستشفى وكلهم في مثلا في العنابر قاعدين مع عيالهم وبيعالجوا اولادهم، ويجي مثلا حد يقول لك حريقه حريقه حريقه، تلاقي كل الدنيا اتقلبت فوق بعضها، تلاقي واحده شايله ابنها وبتجري من غير حاجتها، يعني حاجات. فعلا والله العظيم. جرينا كلنا على الاسانسير وبعد كده قالوا لنا يا جماعه لا خلاص، لا ده الحريقه مش هنا، الحريق مش هنا، الحريق جنبنا. اكتر حبايبي لو عجبكم الفته والرز والله العظيم شفت حد كده والله العظيم. نص لايك اشتراك عشان قناتك برضه. سلمي بقى عليهم يا جماعه، شوفوا وشكم على خير وادعوا البدر بقى ربنا يكمل شفاء على خير هو واللي زيه يا رب. مع السلامه. وما يكتبها على حد ويقول انا كمان ربنا يشفيني. يشفيك، ما انت وكلت الفته اهو حلو، مفيش اي حاجه. باي يا جماعه، باي.